شايف دي؟ اوعى تحطها في عربيتك. لو حطيت دي اقسم بالله العربيه لو بتتكلم. حط لي ميه من الحنفيه يا راجل اتقي الله. ما ينفعش انت تزود ميه التبريد بميه من الحنفيه او ميه معدنيه او اي ميه غير المياه المخصصه اللي انصح بيها المصنع. الميه دي بتتجمد عند درجه صفر، تغلي عند درجه 100. الدوره المضغوطه الميه دي ممكن تغلي عند 120 بدل ما هي بتغلي مثلا عند 100، فبكده الميه هتغلي عند ابسط درجات الحراره. كده ممكن يحصل صدى وتآكل في دورة التبريد، فبكده ترمبة المية تصدي معاك، الراداتير كمان يصدي هو كمان. المية بتاعة الراداتير اللي هي بتبقى شكلها ملون دي بتتكون من مواد جلايكول ايثيلين او الجلايكول بروبولين. المواد دي بتتجمد عند نيجاتيف 65 وبتغلي عند 140. يبقى فيها 3% مانع للصدى والتآكل. فيها مكوناتها برضو اللون عشان مادة الجلايكول دي بتبقى شفافة. اما المية تقع من عربيتك تبقى عارف ان دي ميه الراداتير